مساء الخير علينا جميعا، مساء الخير على الناس اللي معانا لايف على الانستجرام. يا رب كلنا نبقى بخير. النهاردة ان شاء الله معايا لايف كده مع ضيفة عزيزة عليا جدا وبقالها سنين اعرفها وبقت ليدر معانا. مساء الخير يا لبنى، يا رب تكوني بخير، وحشتيني جدا. ببقى سعيدة قوي كمان لما بقابل ناس اعرفها فعلا فيس تو فيس كده، او اعرفها يعني في اللايف ويبقوا معايا في اللايف. ازيك يا هبة؟ يا رب تكوني بخير. هي اسماء قبيسي جوين ضيفتنا العزيزة. اسماء هتحتاجي تعملي ريكويست تو جوين اللايف. ايوه بالظبط كده، برافو يا اسماء. عاملين ايه في الشتاء ده؟ النهارده الجو عندنا في مدينة 6 اكتوبر برد جدا. ايوه اسماء ايه؟ مساء ايه الخير ده؟ يا اسماء. ايه الاخبار؟ مساء النور، ازيك؟ عامل الحمد. ايه؟ ازيك يا ايمان؟ انت ازيك؟ عامله الحمد لله، تمام، كله إيه؟ حلو. سعيدة جدا ان انت معايا في اللايف النهارده، اول مرة تطلعي في لايف على الانستجرام. اه، اول مره. مش عارفه، احساس النجوم بيتعبوا والله. السيلبرتيز. ايوه بيفكروا ادوس فين واظبط الكونكشن ايوه، والبس ايوه، اقول ايه وهطلع لايف. يبقى في شويه توتر. ايوه، ده حقيقي. عارفه انا يا اسماء كنت في اعلام، يعني انا خريجه اعلام وكنت داخله اعلام عشان اطلع مذيعه. فبالنسبه لي بجد. اللايف والفيديوهات دي، عارفه ده اللي انا كنت عايزه اعمله اساسا. فلما بقى في سوشيال ميديا والواحد يقدر يطلع عليها لايف، بحس ان انا ايوه هي دي المذيعه اللي انا كنت عايزاها. اه. انا كنت ده يعني. فاتمنى ان انت تكوني متحمسه للقاء زي ما انا متحمسه ليه. اه قوي، ان شاء الله. وسعيده جدا ان في ناس من اللي احنا نعرفهم معانا بيتابعونا. خليني كده ابتدي الاول بان انا ارحب بيكي واشكرك جدا ان انت قبلتي الدعوه، مع كل اشغالات يعني مشغولياتك وحياتك والهيصه اللي عندك وشغلك واولادك وكل التفاصيل. تسلمي. ده شرف ليا والله. يا اسماء ممكن تعرفي نفسك؟ تحبي تعرفي نفسك، تعرفي نفسك ازاي؟ أنا اسمي أسماء كوبيسي. أنا بشتغل مهندسة في كوربريت شنايدر، يعني شنايدر إلكتريك. أوكي. عندي ولد وبنت. ولد 9 سنين، اسمه آسر، وليلى 7 سنين. تمام. وازاي تعرفتي عليا يا اسماء؟ ازاي؟ اه. بصي بقى، الاول انا كنت بسمع عليكي من واحده صاحبتي. هي كانت ابتدت تحضر لك مي. تمام. وبعدين هي كانت رشحت لي القصه بتاعتك، النوبل الاولانيه. تمام. وبعد كده انا قريت النوفل بس من قبل ما ادخل على البيج. فلما قريت النوفل الحقيقه بصراحه، يعني ما اعرفش، دي حاجه شدتني كده. طريقه الكتابه، الاسلوب نفسه. حسيت ان اللي ورا الكاتب، اللي كاتب الحاجه، الكلام ده، انا يعني محتاجه ادور شويه هو مين. فابتديت بقى اتابع الصفحه بتاعتك من ساعتها بصراحه، ما يعني لحد دلوقتي بتابع طبعا الصفحه بتاعتك. وبعد كده بقى ابتديت اتعرف على الكورسز. وكان اول كورس ليا اللي هو ذا بوليت وومن، ده كان في نوفمبر 2019. بعد كده بقى، دي كانت اول حاجه، دي كانت اول طلعه يعني. بعد كده بقى البوليت جورنال، وبعد كده بوكس براكتس، بعد كده تيربو برين، وبعد كده وبعد كده بقيتي آه، معانا في مدمنه. طيب فكده احنا بقالنا مع بعض 4 سنين. اه، بالظبط، اه. طبعا بحتفل بال4 سنين مع بعض. مكملين ان شاء الله. شاء الله يا رب. احد الحاجات اللي انا ممتنه يعني فيها جدا لاسماء، ان هي اخذت معايا كورس اسمه بوكس تو براكتس، حاجه زي الواحد يقرا وبعدين يبراكتس. وبعدين بقت هي دايما بتشجع الناس ان هم يعملوا بوك كلابز ويتجمعوا على قراءات. واول مره عملت كده بوك كلاب كان عن المونك وسولد. استضافتني احكي ازاي اي براكتس البوك. تاني مره عملت شهرزاد اون فاير، وعزمنا هبه السواح تتناقش معانا اونلاين في الكتاب. وبعدين اخر مره بقى كان لسه الاسبوع اللي فات، وعملت البوك كلاب بتاع كان قهوه صباحيه مع النفس، وعزمنا دكتوره نشوى صلاح، وكانت اسماء هي اللي بتدير اللقاء. فبكون سعيده جدا يا اسماء لما بيكون حد اشترك في حاجه معايا وبعدين بقى بيقوم بدور فعال ان هو يقوم غيره، يعني يقوم الكوميونتي.
بصي تمام. بصراحة انت اللي شجعتيني يعني بجد. يعني انا، يعني انا كنت ساعتها لو انت فاكرة انا قلتها فكرة كده، بس انا يعني ما كنتش متوقعة ان انت يعني ايه هترحبي بيها وهتشجعيني كده. يعني حظنا بعدها ان كان في كورونا وكده، بس ده ما وقفناش. يعني لقيتك بتقولي طب خلاص، طب نعمل زوم، طب نجرب نقابل الناس كذا مرة، يعني نعمل كذا زوم علشان الناس اللي بتشتغل والناس اللي ما بتبقاش فاضية مثلا في اوقات معينة. فبصراحة تشجيعك يعني بجد هو اللي ساعد الموضوع ده ان هو يقوم انا يعني. بحب قوي انك بتبادر، انت بدري بس وانا على طول اشجع. ناس زيك بترفع اللي حواليها، يعني فكره دخلتي كورس وما قررتيش ان انت انا هاخد الكورس بس وخلاص، او انا هستفيد بيه، لا انا هاخد الناس التانيه اللي حواليا وان انا اساعدهم ان هم فعلا يعني يرفعوا حياتهم. طيب هو خلينا كورس قيم جدا بصراحة، اللي هو بوكس براكتس ده. يعني هو صغير في الوقت بتاعه، بس هو قيم جدا، ويعني معلوماته قيمة جدا. يعني يعني بجد، ما هو الواحد كان بيقرا طول عمره، بس ان هو ياخد من الكتاب يطلع منه الحاجة المفيدة دي كانت بصراحة مهمة جدا بالنسبة لي الحمد يعني. لله. الحمد لله، ميرسي يا اسماء. طيب النهارده انا طلبت منك تبقي ضيفه معانا وان احنا نتكلم على ازاي الواحد يبقى successful وفي نفس الوقت عنده حياه بالانس. ويعني احد الحاجات اللي انا عارفه ان هي فرقت معاكي كورس حاجه اسمها بقدمها كده اسمه Your Venture to True Success. فخلينا كده نتكلم. ما بيبقاش يعني انا شخصيا كنت متخيله كورسز الاونلاين، كنت بشترك قبل ما اشترك في كورس اونلاين كنت متخيله ايه يعني كورس اونلاين، يعني ما الفيديوهات موجوده في كل حته، ما مثلا ما العلم موجود، لغايه لما اشتركت مع روبن شارما في 2015. روبن شارما ده طبعا قريتكم كلام عنه، احد الناس الرول مودلز بالنسبه لي، وصورته هتلاقيها متعلقه ورايا كده في المكتبه بتاعتي. فهو كان اخدت معاه اول كورس اونلاين وقتها لما الكورس ده انا انبهرت التشينج اللي حصل من بعد الكورس. فابتديت لما ابتديت اشتغل ابتديت افكر ان انا لا انا عايزه مش بس ان تبقى الكورسات بتاعتي متاحه للناس اللي بتيجي لايف، لا انا عايزه كمان اقدم حاجه للناس اللي ما عندهاش الاتاحه ان هي تيجي لايف، والناس اللي عايزه تشتغل على حاجه فعلا ديب، حاجه كانها لا هتفرق معاها مش بس في حاجه سطحيه، لا هتفرق معاها في حياتها لمده سنين. وده بقى جه منها ان انا اعمل كورس المنتور تو ترو سكسس. لما اتكلمت معاكي عن ان انت تطلعي معايا لايف كان احد الحاجات اللي انت قلتيها ان فكره اتكلم على البالانس والسكسس. فخلينا كده نسالك يا ايه بالنسبه لك التعريف بتاع البالانس؟ يعني ايه انسان بالانس في حياته؟ بصي، هو انا يعني موضوع البالانس بالنسبه لي، يعني بالانس يعني توازن او مساواه. يعني انا بعمل حاجات مختلفه، بس بعملها بنسب متناسبه. الحقيقه برضو انا موضوع البالانس ده في الاول هو ما كانش، يعني ما كانش واضح بالنسبه لي قوي. يعني انا دايما كنت بعمل مثلا، ممكن احط هدف بس او اهداف يعني، بس ممكن اجي حاجه على حساب حاجه. بس انا يعني اللي بعد ما شويه وعي عندي اتكونوا بخصوص موضوع البالانس، عرفت ان هو ان انا احقق الهدف بتاعي. آم، آم، مش بالضروره ان هو يكون هدف واحد، ممكن يكون كذا هدف. بس وفي نفس الوقت ان الهدف ده ان انا اكون موزعه مجهودي ووقتي. يعني كل الريسورسز اللي عندي، مجهود، وقت، فلوس، بوزعها على الاهداف دي بطريقه متناسبه. ما قلتش انها بطريقه متساويه، بس في الاخر ان هم يبقوا مع بعض كده، يعني ايه، بيكونوا هارموني كده، او ان هم يبقى في تناغم بينهم. ما بقاش حاسه بضغوط. اهم حاجه ان انا ما بقاش حاسه بضغط. وده يعني الفكره في موضوع البالانس يعني بالنسبه لي. عايزه احييكي يعني اول حاجه فكرة إن لما انت نوهتي كده ان البالانس ان انا ما بقاش حاسه بضغط، انا بشتغل على كذا هدف مع بعض بس مش حاسه بضغط. عشان احنا كتير قايلين ان يعني ما اشتغلش يشتغل على اهداف بضغط. فحلو قوي ان التوازن يكون من غير ضغط. والحاجه الثانيه ان انت قلتي بدل ما هي كانت متناسبه او كانها متساويه، إن انا هشتغل على الاهداف بطريقه متساويه، لا انا هشتغل عليهم بطريقه متناسبه. فمش هدي كل الاهداف نفس حجم الفلوس ولا نفس حجم الانتباه ولا نفس حجم الوقت ولا المجهود، لا بس هشتغل على اهداف عشان احنا احيانا بنبقى عايزين التوازن يعني كله قد بعضه. طيب خلينا. بالظبط، وده اللي في الاول كنت بعمله. يعني انا في الاول
يعني طول الفتره اللي قبل كده انا كنت ببقى يعني في الاخر بتحاول ان انا ديستراكتد، لان انا عايزه اعمل كذا هدف واركز فيهم في نفس الوقت، كل حاجه تبقى في نفس الوقت، وده مش صح. يعني في الاخر الاوتكم كان بيبقى شكله عامل ازاي؟ لا، الاوتكم ما كانش ولا مرضي بالنسبه لي، ولا هو ده اللي انا عايزاه. يعني اي ديتكتد ان في حاجه غلط. بس بعد كده لما قريت يعني واتعلمت في الكورس تولز معينه وحاجات معينه، لا عرفت ان هو لا، يعني I need to be balanced، مش ان هو just يعني objectives او objective حتى واحد وخلاص يعني. هاي التولز دي كانت ايه يا اسماء؟ انا متهيألي هل هي اللايف ويل؟ بصي بقى، الحقيقه هو انا يعني الكورس بتاع يور ميثود تو سكسس هو يعني غني جدا بالنسبه لي بالتولز، بكونسبتس حتى يعني I didn't hear before. انا ما كنتش اعرف يعني ايه بيرسونال ميشن ستيتمنت. دي بالنسبه لي كانت يعني حاجه اول مره اسمعها. اسمع عن الفيجن بورد بس انا عمري ما عملتها. اللايف ويل كنت دايما بشوفها مكتوبه، بس ما اعرفش ان انا اللي بعملها. يعني ببقى فاهمه ان هي حاجات موجوده وانا هامله فيها، بس انا ما اعرفش ان انا اي كان كرييت. دي الحاجات اللي هي الاوتلاينز. في طبعا يعني التول السحريه بالنسبه لي اللي هي الريفليكشن. انا يعني بالنسبه لي الريفليكشن ده يعني الفيديو اللي هو بتاع الريفليكشن ده دايما بقعد اكرره كتير قوي، لان هو فعلا بالنسبه لي ده مهم جدا جدا جدا. وهو اللي بيخليني اعرف انا يعني اعرف ابص ورايا عشان اطلع قدام، يعني انا عملت ايه علشان اعرف اكمل بعد كده. فبالنسبه لي الكورس بصراحه هو غني جدا بالتولز. يعني هو في حاجات اكتر كمان من كده. يعني برضو الكوارتر الكوارتر بلان والمانثلي بلان والويكلي سبريد، كل الحاجات دي انا بالنسبه لي دي انا ما كنتش اعرفها قبل كده، او ان انا حتى لو شفتها لا ما كنتش عارفه ازاي استخدمها او انا اوظفها ازاي. ف... فهو الكورس الحقيقه غني جدا بالتولز والكونسبتس الجديده المفيده يعني. ميرسي يا اسماء جدا. هي طبعا فكره التولز حاجه خطيره، ان الواحد احيانا بيحضر حاجات او مثلا كورس ورك شوبس وما بيبقى حاجات براكتيكال، ففي الاخر بيبقى اخد علم عارف يطبقه ازاي. فكره كل اسبوع الكورس اللي هو 17 اسبوع، كل اسبوع بيبقى عندك آه، زي ما انت قلتي مثلا ميشن ستيتمنت وازاي اكتبها، وبعدين مطلوب منك ان انت تكتبيها وعندك امثله فقادره ان انت تموف اون ليها، وبعدين ازاي بقى مع كل اسبوع تكومباين كل ده مع بعض. بتهيألي دي الحاجه اللي كانت بتفرق مع ناس كتير من المشتركين. اه، انا عايزه ازود حاجه هنا في الموضوع ده. هو انا الاول قبل ما ادخل الكورس كنت سالت عنه، يعني هو عباره عن ايه. فلما اتقال لي ان هو عباره عن فيديوز اونلاين، وبيبقى فيه زي يعني هسميها اساينمنت، يعني اقتراح هسميها اساينمنت اوكي. والاساينمنت دي بتتعمل كل اسبوع، وان انا اي كان سند كويشنز وان انت ممكن تردي عليا يعني بالانسرز او بكومنت او وات ايفر. فانا الموضوع ده بالنسبه لي كان اول مره في حياتي خالص اجربه حقيقي. وبعدين انا ابتديت الكورس ده في ابريل 2020، يعني في عز الكورونا يعني. ف... فانا بالنسبه لي الكورس ده هو كان جديد كفكره وكطريقه. بس انا يعني سمحت لنفسي ان انا قلت انا هجربه. وفعلا انا حسيت حتى من عنوانه ان هو يعني اكيد هطلع بفايده. يعني فايده، يعني قلت حتى ايه ان شاء الله، يعني ايه ان انا اي ويل جو ثرو الفيديوز دي وبعدين ابقى ارجع لها تاني. يعني ده اللي كان في دماغي. بس حقيقه اتفاجئت ان هم ال 17 فيديوز بال 17 اسبوع. يعني على اخر اسبوع خالص لما طلع عندي في الاخر الاوتبوت اللي هو عباره عن بلان كامله ليا، انا عمري في حياتي ما كنت عملت ده. يعني انا كنت وصلت لسبتمبر 2020 طلعت اوتبوت كامله فيها حاجه اسمها بيرسونال ميشن ستيتمنت، طلعت فيجن بورد، طلعت الفيجن بتاعتي، طلعت لايف ويل، طلعت ييرلي بلان اللي هي 1 يير بلان، وطلعت كوارتر بلان، وطلعت مونثلي. يعني الحاجات دي كلها يعني اي نيفر اكسبكتد خالص ان انا هطلع اوتبوت. يعني انا طول الوقت حاسه ان هو انا كنت ايه اول ما دخلت لا خلاص طب انا هقراه كده وبعدين ابقى اشوف الدنيا تطلع فيها ايه. لا، انا اتفاجئت ان انا في الاخر خالص انا عندي اوتبوت. فدي بالنسبه لي كانت حاجه قويه جدا يعني. الحمد لله. بصي يا اسماء، فكرتيني باللي انت بتحكيه ده بحاجه ايام ما كنت بشتغل في التربيه والتعليم. كنت بشتغل مع طلبه في يير 9،
وبعدين وقتها قلت لهم البروجكت بتاعكم ان انتوا تالفوا كتاب في وان تيرم. فهم قالوا لي الف كتاب ايه يا مس ايمان يعني صباح الخير. فقلت لهم لا هتالفوا كتاب. وابتديت اقسم لهم الحاجه كل اسبوع. ففي اسبوع بيعملوا مثلا الغلاف، في اسبوع بيعملوا الاهداء، في اسبوع بيكتبوا الاندكس. وقعدنا كده لغايه لما خلصوا الكتاب وطبعوه. يعني طلبت منهم ان هم يطبعوه، فكان في اسبوع فيه طباعه. وعملنا معرض وعزمنا اولياء الامور المكتبة. وبعد كده كان في جوائز لأحسن كتب، كان في كرايتيريا وصلحنا وطلعنا أحسن كتب. فهم واو. قعدوا يقولوا احنا ألفنا كتب، احنا كنا متخيلين ان مش هيحصل. ففكرة تقسيم الحاجة بالأسبوع، وإن أنت كأن كل أسبوع يبقى عندك تاسك وعندك اكزامبلز وعندك جايدنس وتقدري تسألي لو أنت عندك تشالنج أو مثلا محتاجة جايدنس أكتر أو محتاجة مساعدة أو توضيح، دي حاجة بتفرق جدا. فممكن تبقى في طبعي من كتر ما أنا يعني متشربة لا كمدرسة. حلو قوي. لا هي حلوه جدا بصراحه. لا وكمان برضو حاجه، يعني انا اول اسبوع انا كنت متوقعه ان انا يعني I will go through الفيديو، وبعدين اوكي ماشي ممكن اعمل assignment او لا، وبعدين اوكي مش لازم يعني. هو كان الفيديو بيظهر كان كل يوم اتنين. ف فتقريبا انا قلت خلاص حتى لو ما ظهرش النهارده خلاص بكره بعده بعده كده يعني. انا لقيت نفسي ان انا يعني اول فيديو ده لما يعني اي جو ثرو ات، وبعدين قلت ايه ده، لا ده انا يعني ما اعرفش اتحمست جدا، قلت لا انا عايزه احل الاساينمنت، ففعلا حلتها. وبعدين بقى انا من اسبوع للتاني بقيت اللي هو انا مستنيه الفيديو يظهر، مستنيه الفيديو يظهر. فانا يعني بالنسبه لي بصراحه هو كان عارفه لما يبقى عندك بازل كده وكل اسبوع بيبقى عندك حته 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 كده، قطعه قطعه لحد ما توصلي للاخر اللي هي الصوره كامله في اخر اللي هو الاسبوع ال 17. فدي كانت بالنسبه لي كانت رحله قويه جدا بصراحه. الحمد لله الحمد لله. ميرسي اسماء جدا. الكورس اسمه Your Mentor to True Success للناس اسماء لما جيت اسالك على التايتل واحنا بنحط البوست ان احنا هنطلع لايف، وقلت لك تحبي التايتل بتاعك ايه، وانت يعني تحمستي لفكره working mom. فممكن تقولي لي، خلينا نقول الاول كworking woman، ازاي الكورس اثر معاكي كانسانه عامله كست؟ طيب انا بالنسبه لي بالنسبه لي الاول كوركينج وومن، كوركينج وومن انا عندي يعني different rules يعني او different hats. دي كنا خدنا يعني اتعلمناها في البولت وومن. فانا يعني كشخص عندي different hats، فانا دايما كان بيبقى شاغلني دايما ان انا ازاي ممكن احط هدف ليا وهدف للبيت وهدف للولاد، بس ده من غير ما ياثروا على بعض. ودايما كان عندي المعضله دي ان انا مش عارفه الحاجات دي ازاي ممكن تبقى كومبايند كده مع بعض. فلقيت بقى اكتشفت بقى في اللايف ويل ان انا يعني مش بالضروري خالص ان انا يكون هدفي في اريا معينه ان هو يبقى 10 على 10 يعني خالص. انا ممكن يكون هدفي مثلا الفتره دي من حياتي مثلا ان انا اركز مع الولاد اكتر من ان انا اركز مثلا في الشغل. فخلاص فبالتالي انا الولاد بالنسبه لي برايورتي في اللايف ويل بتاعتي مثلا ممكن يبقوا 9 على 10 او 10 على 10. وفي نفس الوقت الحاجه اللي انا عايزه اوصل لها في الشغل ممكن ما تبقاش ال 10 على 10، مش بالضروره. انا الفزوره دي انت حلتها لي في اللايف ويل دي، انا ما كانتش عندي بصراحه خالص يعني. ف فدي فده كوركينج مام يعني ايه، انا ابتديت اهدى شويه ان انا خلاص انا الاهداف بتاعتي مش شرط خالص ان انا ابقى حاطاهم كلهم التارجت بتاعهم يبقى ال 100%. يعني مش هيحصل حاجه لو انا الفتره دي في حياتي انا عارفه ان انا مثلا برايورتي كذا هيبقى رايح مثلا في الديديكيتد للاريا الفلانيه يعني. فده كده بالنسبه ليا كوركينج وومن يعني. انا مبسوطه قوي يا اسماء ان انت قلتي ان هي من فتره. يعني احيانا احنا بنبقى في وقت انا شايفه انك مثلا ليتس سي ايه، مثلا الولاد انا مش بوديهم التمارين قوي، بس انا عندي هاي سيزون في الشغل. ووقت تاني مثلا ايه ده انا واخده اجازه مع عيلتي والشغل مثلا ايه متعطل شويه، او مثلا انا اجلت حاجه. فكان كتير بيجي لنا جلد الذات بقى، وان انا قاعد مضغوط وان انا قاعده افكر ان انا مقصر وهلم الحاجات دي ازاي. لما ابتدينا يعني كاننا نتعلم ان لا انا هختار، وابقى مدرك ان انا الوقت دوت ده السيزون ده بتاع الولاد، دي اجازتهم الصيف مثلا.
دي هحط اهداف الشغل ديت هاجلها، او هحط باوندريز مع المديرين بتوعي واقول لهم دي فتره اجازه، او في وقت معين هتفهم مع الولاد او هشرح لهم ان انا الوقت دوت انا هبقى مثلا التمارين هنروح نصهم او ثلاث ارباعهم، مش هنروحهم كلهم لان عندي هاي سيزون. فيبقى الواحد اساسا عنده هدوء نفسي كده وعنده سلام داخلي، ان انا بفكر في اللايف طويل وانا شايف ادواري المختلفه في السيزونز المختلفه. طيب خليني كده اقول بالظبط. انهي جزء في الكورس يا اسماء فرق معاكي جدا؟ يعني انا في الكورس فيديو اسمه مفتش، واحده من المشتركين اه واحده من المشتركين كل ما تشوفني تقول لي المفتش هريني، فهي كان بالنسبه لها الفيديو بتاع المفتش ده كان هو اكتر فيديو فرق معاها. انت بالنسبه لك اكتر فيديو او اكتر اكتر طول في الكورس ايه فرقت معاكي؟ بصي، هو انا زي ما قلت لك، هي كان عندي يعني عارفه اكن عندي بول اوف تولز كده. بس انا اكتر حاجه كانت فارقه معايا موضوع الريفليكشن. يعني موضوع ريفلكشن. الريفليكشن، لان انت كمان كان احلى حاجه ان هو كان متقسم. يعني من اول بقى ديلي ريفليكشن، ويكلي ريفليكشن، مانثلي ريفليكشن، كوارتر، وبعدين يير. فالريفليكشن ده يعني انا كنت حاسه ان هو عارفه يعني زي منبه كده، اللي هو ايه، اوكي مفيش مشكله ان احنا نبص ورا علشان لو حصل حاجه نتعلم منها فنعرف نكمل بقى الطريق. فالاول كان الريفليكشن يعني قبل الوعي يعني بتاعي في الحته دي، ان هو ايه، اقعد بقى افكر ان هو ايه ده ما عملتش، طب انا يا ريتني كنت عملت، يا ريتني كنت سويت. بس حتى الاسئله اللي انت كنت حطاها بتاعه الريفليكشن، يعني اكتر سؤال مؤثر يعني مثلا بالنسبه لي اللي هو يعني ايه الليسون ليرن مثلا، ايه وات يو نيد تو تشينج. يعني بقى بالنسبه لي هو الصياغه بتاعته اختلفت تماما عن ان انا مثلا كنت قاعده اعذب في نفسي، يا ريتني كنت عملت، يا ريتني كنت مش عارفه ايه. فانا الريفليكشن ده بصراحه بالنسبه لي كان اقوى جزء يعني. ميرسي يا اسماء. هو بقى مره كانت واحده حاضره معايا وبتقول لنا بتعمل ريفليكشن وبتقول وات went wrong، فانا قلت لها انا عمري ما سالت في الريفليكشن خالص وات went wrong، وطلعي لي مره كده. كل مره بنقول went well. فلو انت بتعملي على اليوم زي ما انت بتقولي يا اسماء، ما بص على اليوم امبارح، انا امبارح كان عندي مثلا ايفنت هايكنج، بنعمل هايكنج في رقاق، بنحضر دلوقتي مكتبه في كفر نافع باذن الله في الشرقيه مع فريق كون انسانا، فريق خدمه اه. المجتمع. ف... فمثلا الصبح سالت نفسي وات went well مثلا حاجات ايه ده، ان انا عملنا الهايكنج فور كوز، ان احنا فتحنا الباب للشباب، فتحنا باب لاوتسايدرز، فتحنا للستات اللي مثلا العدد اللي كان نفسه يجي، مثلا احنا عملنا كونكشن مع شريف العبد مثلا رول موديل كان كويس قوي للشباب، فوات went well. وبعدين سالتني كده وات needs to change، فانا رجعت بقى ركبتي وجعاني شويه، فقلت اللي كان نيد تو تشينج ان انا كنت محتاجه اسال الدكتور الاول انا وانا رايحه الهايك محتاجه اعمل ايه عشان ركبتي تبقى مثلا مرتاحه. وات نيدز تو تشينج مثلا كنت محتاجه البس النضاره، عندي نضاره بتاعت العجل كده، فكنت انا اه. عشان التراب والرمله وكده ما تدخلش في عيننا لان الجو كان تراب شويه. فاحيانا كده الواحد بيبقى مش عارف يجاوب ازاي او يعمل ريفليكشن ازاي. فلما زي ما انت بتقولي انت عندك questions واضحه وكويستشنز على حيز اليوم، او مثلا اسئله على حيز الاسبوع او الشهر او او الكورتر او السنه، وكأن كل واحد فيهم متناسق مع حجم المده اللي انت بتعملي عليه ريفليكشن. وفي نفس الوقت بيسالك هو ايه الوات نيدز تو تشينج بدل ما هو ايه الوات went wrong، ايه اللي محتاج يتغير والليسن ليرند. ف كويس قوي يا اسماء ان انت بتعملي ريفليكشن، فخوره بيكي جدا طبعا عشان كده بتجيبي ريزلتس يعني. الحمد لله الحمد لله. لما احنا في اللايف النهارده على كأن successful balanced life، ايه الديفينيشن بتاعت السكسس يا اسماء؟ يعني ايه احنا في الكورس كده في سؤال اكتبي الديفينيشن اوف ترو سكسس بالنسبه لك، ايه الديفينيشن بتاعت السكسس؟ ان انا يعني ان انا اوصل للهدف بتاعي بطريقه مبدئيا هو الهدف لازم يبقى واضح. يعني عشان احنا الاول ما كانش موضوع الكلاريتي ده يعني وارد، يعني دايما بنستخدمه في الشغل. بس انا في الحاجات اللي هي بقى اللي تخصني انا ما كنتش فعلا الهدف ما كانش فيه كلاريتي خالص. وطبعا سمارت برضه. الجميل الحاجات دي الواحد بيستخدمها في الشغل عادي جدا، بيبقى ان هو يعني عايزه اقول ايه، كين ان هو تو فولو الجايد لاينز بتاعتها. بس في الحاجات الشخصيه ما كانش عنده، يعني ما كانش عندي وعي ان انا اعمل ده في حاجتي. بس حقيقه موضوع ان الهدف في حد ذاته يبقى كلير بيخلي ان السكسس يبقى ان انا حققت الهدف ده
بطريقه مرضيه ليا، مرضيه ليا كاوت يعني اوتبوت، وكمان كتايم لاين. تايم لاين برضو دي مهمه جدا، لان ساعات كده الواحد كان بيقعد سايب الحاجات كده في يعني اللانهائيه يعني. ف... فدي فدي بالنسبه لي، وان طبعا الاوتبوت ده يكون حاجه، او الهدف في حد ذاته يبقى رياليستيك يعني. يعني مثلا ما ينفعش اقول انا مثلا ايه، محتاجه مثلا اطلع تو ستيبس مثلا في الشغل، ما ينفعش مثلا احط تايم لاين ايه 3 شهور مثلا. يعني ده مش لوجيك، فده مش رياليستيك خالص. فبالنسبه لي تعريف السكسس ان لما الهدف يبقى واضح، ان انا احقق الهدف ده بطريقه مرضيه ليا، وفي نفس الوقت التايم لاين يبقى يعني مناسب جدا للهدف ده. اسماء، انا اتبسطت قوي من جمله انت قلتيها. فكره ان احنا بيبقى معانا التولز دي بس نعملها، بنستعملها في الشغل بس وما بنستعملهاش في الحياه. فكتير قوي احنا بنبص ان انا ايه ده، انا مثلا هركز على ان انا ابقى بروموتد في الشغل، او ان انا احسن نفسي في الشغل، او انا هدرس حاجه عشان ابقى ديفلوبد اكتر في الشغل. وكتير مننا كوركينج مامز بنطنش قوي يعني زي ما تيجي الدايمنشنز التانيه من الحياه، مع ان عندنا نفس التولز. يعني انا اكتشفت كده مع اللايف ويل بتاعتي، ودي لقيتها احد الحاجات المشتركه بيني وبين كذا حد من المشتركين في الكورس يعني بتاع منتور تو سكسس، ان احنا في اللايف ويل حاطين الفن. كأن مثلا يبقى انا مثلا في اللايف ويل عندي دور مثلا كأنا هيومن بينج، وعندي مثلا دور كأني مثلا سيرفيس ليدر مثلا لفريق كون انسانا، وعندي مثلا ان انا وايف ماذر بقى، كل الادوار بقى المختلفه، مثلا ليرنر ايا كان، وعندي بقى مثلا دور كده بسميه التشايلد والفن يعني. كأن ده دور في الويل. وكل مره يا اسماء باجي الون كده، يعني انا بعمل تراكنج كده بالالوان زي ما كنت شرحت لكم في كورس، باجي الون الاقي نفسي ان انا الفن ده ميت، قليل قوي. فلطيف قوي لما بنبتدي ناخد الكورس ونبتدي نقول لا، ما انا لو انا مش حاطاه اصلا كدايمنشن، انا همشي دايما ابص على السكسس، ان انا سكسسفل في الشغل امم صح. وفي مم. بالانسد. لما بنبتدي بقى نحطه في اللايف ويل الدايمنشنز وكأنها حاجات مختلفة منها الحياة الشخصية وهكذا، وبعدين اقول لنفسي طب انا دلوقتي السكسس هو بالنسبة لي ان انا زي ما انت قلتي انا عندي هدف وبتحرك له تايم لاين، والهدف ده واضح، الستبس اللي انا هتحرك لها تبقى رياليستيك، وكمان ان انا واضح بعمل له تراكنج. ببتدي اشوف ايوه، ما انا بصي يا ايمان، انت عايزه بالانس لايف وسكسس في اللايف مثلا، والفن مش موجود، يلا نزود الفن. فمثلا امبارح الهاي بالنسبه لي، ودي احد الحاجات اللي كنت لسه بريفلكت عليها الاسبوع ده، كنت بعمل الويكلي ريفلكشن بتاعتي النهارده الصبح. فكنت بفكر كده ان الاسبوع ده مثلا البوك كلاب اللي انت عملتي له قياده كده من يومين، ده كان بالنسبه لي فن. يعني هو ما يندرجش تحت الجزء بتاع الليرنينج مثلا او الحاجه المنتل، كان فن لان انا شفتكم مثلا ضحكنا مع بعض وبوس وحضان بقى وكل الفيلم ده. مثلا اول امبارح برضو الهايكنج اعتبرته من الفن. هو حاجه انا بعملها لخدمه المجتمع، بس هو كان ريلي فن. بيفرق قوي لما الواحد بيبتدي يعني كانه يقول انا الحاجات اللي انا مستعملها مش هستعملها بس في شغلي عشان ابقى سكسسفل، لا انا عايزه ابقى سكسسفل في ارياس تانيه في الحياه. طيب لو قلت لك كده يعني قبل ما انت تاخدي الكورس عن بعد ما اخدتي الكورس، الكورس ايه اكبر اريا في حياتك فرق معاكي فيها؟ آم، اكبر اريا في حياتي الحاجات اللي هي الاهداف اللي هي خاصه بيا انا، يعني خاصه بيا انا كاسماء بقى، اللي هو مش ان انا كمذر، ولا ان انا كوركينج، الحاجات بتاعتي انا اللي هي الويل بينج بتاعي انا. دي الحته دي كانت دايما كده ايه يعني، حقها كده ما ضايع. اوكي ان انا احط مثلا اوبجيكتيف للولاد، اوكي ان انا احط اوبجيكتيف للشغل، اوكي ان انا احط اوبجيكتيف للبيت، بس اسماء بقى فين، ما يعني ايه، حسب التسهيل يعني. ف... فانا يعني في اللايف ويل عندي حاجه ليا انا، ليها علاقه بالويل بينج بتاعي، بصحتي يعني بصحتي دي اللي هي يعني منتلي، بصحتي جسمي. يعني طبعا برضو موضوع البادي نفسه، انا مش بقول النيوتريشن ان انا اخس بس، لا انا بتكلم ان انا بقى صحتي تبقى اللايف ستايل بتاعي يبقى هيلثي، دي ما كانتش برضو موجوده بصراحه عندي قبل كده. الاكسرسايز الورك اوت دي ما كانتش برضو في الخريطه خالص، او كانت بتيجي بالصدفه كده، اللي هو مش حاجه بلاند يعني. المنتلي ان هو ان انا اعمل حاجه ليا انا، يعني حاجه ان انا مثلا عايزه اقرا حاجه ليا انا، يعني نوفل مثلا، كتاب وات ايفر. كمان حاجه ليا انا مثلا سبيريتشوال، يعني مثلا
المديتيشن برضو انا ده يعني كنت برضو قبل الكورس انا كنت بعمله، بس يعني كده حاجات سيبريت كده. بس انت في مره في فيديو من الفيديوز كان فيه ان احنا بنعمل مديتيشن 3 minutes في الاول، نبتدي 3 دقائق في الاول. بس هو يعني الحقيقه طبعا من بعدها من اول 3 دقائق دول ايه الحمد لله وصلوا يعني 15 دقيقه دلوقتي، فالدنيا كويسه جدا يعني. فبس هو الاريا بالنسبه لي، الاريا الحاجات اللي هي الخاصه بيا انا الاربع جوانب بتوعي انا يعني. طبعا دي حاجة يعني بتسعدني جدا لما تبقي working mom وتخشي your mentor to true success وتلاقي نفسك ان احد الحاجات اللي انا ايه ده انا اتحسنت فيها فعلا اكتر اسبكت ان انا نفسي. آه، انا working mom وقت معين كنت بشتغل بكثافة كثافة كثافة لاني كنت شايفة وقتها السكسس هو في شغلي، والنتيجة طبعا ان انا صحتي الحمد لله حدث ولا حرج. كده لما جيت اقدم منتور تو ترو سكسس فكرت انه مهم قوي ان احنا نستوعب الايكويجن بتاعت السكسس اللي هي الاوتر سكسس والانر سكسس والجزء دوت عشان نفهم ان احنا نحط نفسنا فعلا في الايكويجن دي، ما تبقاش الايكويجن زي ما انت قلتي الولاد والبيت والشغل وانا مش في الايكويجن. طيب بعد ما اخدنا الكورس كده، بعد ما خلصت الكورس بكام سنه، انا طبعا كنت قريت حاجات كتيره وابتديت ابديت حاجات كتيره في حياتي، وبعدين لقيت ان ايه ده في بتجيلي اسئله من عندكم يعني ايه ساعدينا في الحته دي. فابتديت بقى اسجل بونس ماتيريالز ونزلت البونس ماتيريال، لقيت ان مدته تقريبا اكبر من مده الكورس الحمد لله. ايوه. ايوه دي حقيقه فعلا. قعدت قالت لي ايمان ايه كل البونس ماتيريالز دي يعني بجد مجهود رهيب، وانت ازاي عاملاها فور فري؟ ازاي مش عامله لها كانها اشتراك او كنت تعمليها بارت 2 من الكورس؟ ايه رايك؟ كان ايه احساسك لما لقيتي البونس ماتيريال دي وفور فري يا اسماء؟ بصي هو انت في كل شابتر كنت بتقولي اللي هي الريكومنديشن بوكس، فانا كنت بجمعهم في الاخر الكشكول بتاع الكورس اللي كنت عاملاه للكورس، وايه وان شاء الله هقراهم. فيعني كل شويه طب اوكي ان شاء الله هقراهم. بعدين لما جيت ابص كده على حجم الكتب دي، الحقيقه ايه لقيت الكتب انا عارفه طبعا انا هستفيد منها، بس هي حجمها كبير قوي، او ان انا مش هيبقى عندي وقت ان انا اقرا كل الكلام ده. اتفاجئت بصراحه، يعني بصراحه اتفاجئت لان لقيتك انت حطاه حاطه التلخيص للكتب دي على الكجاب. ف يعني ايه، فانا قلت طب ادخل ابص كده، فدخلت بصيت لا بصراحه يعني اللي هو ايه الزتونه فعلا. يعني انا مش محتاجه ان انا اقعد اقرا كل الكتب دي. انا متخيله طبعا انت عشان تقري الكتاب دوت انت قعدتي وقت عشان تقريه وتلخصيه وتطلعي منه البوليتس او البوينتس اللي هي الهايلايتس يعني. وخد منك وقت طبعا قد ايه، بس يكون ان انت بقى تحطيه بصراحه ان ده يبقى فري، انا ده يعني ام جريتفول بصراحه ان انت عملت حاجه زي كده. يعني شكرا جدا 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 يعني. فسعيد ان هو فرق معاكم، والفرق كمان ان ممكن ساعات الواحد يقرا الكتاب وهو كانه لابس العدسه، يقرا الكتاب عشان الترو سكسس. فلما ايوه. جيت اسجل الماتيريال انا كنت يعني كاني بقدم من كل كتاب ايه الحاجات اللي هتبقى كومبلمنتري تساعدكم في الترو سكسس. مثلا الكتاب ده لكورس تاني او لجمهور تاني ما كنتش هقول نفس الحاجه، فكأن فصلته بالذات عليكم انتوا في وضعكم بالذات اللي كانت بتجيلي. فطبعا دي حاجه. بالظبط هو الزتونه. يعني انا بالنسبه لي اللي هو ده ايوه هي الحته دي في الشابتر ده، ها هي دي الجمله او ده الباراجراف او دي الهايلايتس اللي انا محتاجاها يعني. الحمد لله الحمد لله. طب اسماء قولي لي كده، انت اخدتي الكورس في ابريل 2020 وعدى عليكي كده ايه 3 سنين، خلال ال3 سنين دولت هل رجعتي للكورس تاني؟ اه. انا بصي انا يعني لو انا مش برجع للكورس كله، انا عامله يعني زي السمري بتاعه كده في الكشكول اللي انا كنت بذاكر فيه يعني. انا الوان يير بلان بتاعتي بتبقى في شهر 9 وهو عيد ميلادي. فانا باخد الوقت ده ان انا برضو عشان ما اقولش ان انا بقعد اراجعه كله، بس انا الهايلايتس بالنسبه لي حاجات معينه، في حاجات كده ببقى عايزه ابص عليها. ببص مثلا يا اما بسمع الفيديو يا اما بقرا الملخص اللي انا عاملاه. وخصوصا بقى في الحته اللي هي كومباينيشن بقى لما باجي مثلا بحط بقى اللي هي البيرسونال ميشن ستيتمنت مع الوان يير بلان.
مع الريفليكشن مع الحاجات دي كلها بجمعها علشان السنه الجديده. فدايما لا الكشكول بيبقى معايا، يعني دايما بيبقى معايا، لان بحتاج ان انا ارجع له في حاجات فعلا بتبقى محتاجه ان انا ابص عليها تاني، في حاجات ما عملتهاش حاسه ان انا مش هضمها قوي، طب ارجع ابص عليها تاني انا كنت بعمل دي ازاي، وهكذا يعني. الحمد لله، دي احد الحاجات اللي بتخليني احب دايما ان اي كورس ليا يكون مفتوح وقت. يعني في كورس بشترك فيها بلاقي نفسي بعد 3 شهور او بعد 6 شهور بيتقفل الكورس، واحيانا عايزه أعيده تاني، عايزه اتفرج، عايزه اتاكد ان انا عاملاها صح، او عايزه احسن الطريقه اللي انا كنت عاملاها بيها، الاقي الكورس خلاص قفل. فدي احد الحاجات اللي بتخلي سايبه الكورس مفتوح. عن من المشتركين تبعت تقول لي بصي انا اتفرجت المره دي على الفيديو، وبعدين من 4 سنين لما اتفرجت عليه ايه ده البرسبشن بتاعتي اتغيرت، انا ايوه، دلوقتي ايوه. وعي، دلوقتي بقيت شايفه ثانيه. فطبعا جدا الناس لسه بتدخل عليه انا عايزه اقول حاجه في الحته دي، هو كون ان هو مفتوح، يعني كون ان الكورس مفتوح، يعني ده يعني بيديني تو انديكيشن. يعني انديكيشن اولاني ان انا، يعني انا مطمنه ان انا يعني حتى لو في حاجه وقعت مني انا هعرف ارجع لها. لان في حاجات فعلا يعني بتبقى دقيقتين او 3 في وسط الفيديو، فانا ببقى عايزه اسمعها وارجع اسمعها تاني، فدي بتخليني ببقى مطمنه. وتاني حاجه بصراحه بيبقى الانفستمنت بتاعه بيبقى بحس ان هو يعني عارفه اللي هو ايه، حاجه كده موجوده مريحاني، انا عملت انفستمنت فيها، وانا يعني ام هابي بالانفستمنت اللي انا عملته ده. الحمد لله. قولي لي يا اسماء، بعد ما اخدتي الكورس ابتديتي تطبقيه، هل في حد لاحظ ان انت اتغيرتي؟ طبعا انا لاحظت ان انا اتغيرت انا شخصيا. بصي، ممكن في السيركل القريبه، يعني الموضوع الدنيا بقت واضحه، ان هو بيبقى عندي مثلا ايه، حاجات واضحه، يعني اهداف واضحه، مش ان هو هنبقى نعمل، يعني ما فيش حاجه نبقى هنعمله امتى وفين وازاي وليه، يعني حاجه تبقى ايه يعني مور سبيسيفيك يعني. الحاجه اللي هي الملاحظه الثانيه، انا بتكلم على من كونسبت البلاننج، بتكلم بقى على حاجات تانية، مثلا حاجه مثلا زي المديتيشن. المديتيشن دي هي بتبقى 3 دقايق بس، على اللونج ران هي بتفرق في شخصيه الواحد، يعني بتخلي الواحد كده يعني بيبقى يعني مور جراوندد، تحس ان هو مش بي مش بيبقى مثلا متسرع مثلا في ان هو ياخد حكم او حاجه، فكل الحاجات دي بتبان في الشخصيه في التعاملات. ففي حاجات وحتى التولز برضو اللي هي يعني زي، هرجع تاني مثلا اللي هي موضوع الفيجن بورد دي برضو حلوه جدا. اللي هي الصور اللي احنا بنحطها دي، يعني بقت انترستنج جدا بالنسبه لي. طب ايه الصور بقى اللي انا هحطها المره الجايه؟ فدي بتبقى يعني انا ببقى مستنيه بقى ان انا هعمل ده تاني. آه، آه، الحاجات اللي احنا بنقولها في الكورس ان الواحد كانه في الريفلكشن، اليرلي ريفلكشن، ان هو يبص على الفيجن بورد ويشوف لو هو محتاج يعملها ابديت. فدي الابديت الفيجن بورد بتاعتي، دي اي ابديت. انا بعمل برضو اليرلي ريفلكشن كده زي اسماء مع. فلما عملتها في اخر شهر اكتوبر وعملت لها ابديت، كان بقالي 4 سنين ما عملتلهاش ابديت. يعني كل مره بروح لها بحس ان أنا لا هي كده تمام، انا هي دي الفيجن اللي عايزه اعيش بيها، هي تمام. فاستغربت قوي ان بعد 4 سنين، يعني كنت قبل كده عملتها مره وبعدين عدتها في 2019 وبعدين في 2023 قمت عايده يعني ظبطت فيها حاجات تاني، فكاني اي ابديتد حاجات. فقلت ايه ده، يعني ممكن الواحد يقعد فترة خلاص أنا هو ده اللي أنا عايزاه ودي الفيجن، وبعدين يبتدي لا يجي له أحلام تانية وحاجات تانية هو فعلا عايزها، يبتدي يزودها فزودتها فيها. فبيبقى لذيذ لما الواحد يبقى زي ما كنا بنشارك كده مع الناس اللي متابعانا إنه التول عنده ويقدر تاني ويرجع يفلكت ويقول أيوه لا الحتة دي تظبطها. لا دلوقتي أنا في المرحلة دي، يعني أنا لما عملت الفيجن بورد أول مرة كنت في بداية الأربعينات، دلوقتي أنا خلاص دخلت. فالفيجن بورد بتاعتي بقى فيها شوية حاجات مختلفة، أو ممكن بقى فيها أحلام أكبر. اهتمامات. بقى فيها أحلام أكبر شوية. ممكن أول ما عملتها أول مرة ما كانش لسه عندي شركة، ما كانش عندي أكاديمي أونلاين، ما كانش عندي كتاب سعادة مصر، ما كانش عندي البعد بتاع المبادرة بتاعت سعادة مصر وفريق كل إنسانا. فلما عملتها أول مرة كنت عملتها يعني بطريقة ممكن أبسط. لما فيها سنين بقيت لا انا دلوقتي انا عايزه احلم اكتر وعايزه اعمل اكبر. يعني زي ما انتي بتقولي كده الهدف بقى هو لا هو هدف واضح، وبقى السكيل ممكن اوسع، لان الواحد بدل ما يطلع سلمه او اتنين طلع مثلا 5 او 6 فبقى عايز يكمل. فالفيجن بورد طبعا احد الحاجات الخطيره يعني.
انا بشوف ناس بتقدم الفيجن بورد لوحديها، بتبقى طبعا حاجه لطيفه جدا. اللي بيفرق معايا فكره ان احنا نتعلم ازاي نرجع للحاجه. يعني لما احنا بنقول مثلا في الريفلكشن ارجعي للفيجن بورد وشوفي انت عملتي منها ايه، او مم. مثلا اتاكدي ان الفيجن بورد الايند مع الميشن ستيتمنت مع اللايف ويل. فالحاجات دي بتفرق ان الانسان فعلا يبقى مش فكره انا رحت اخدت وان داي ورك شوب اعمل الميشن ستيتمنت، او وان داي ورك شوب عملت الفيجن بورد وبعدين الموضوع اتنسى، وبعدين بقى وانا في يوم بوضب مكتبي ولا بوضب مثلا اوضتي لقيت صوره قلت اه ده كان الورك شوب اللي انا حضرت. لا، هو اتس عشان تقدري فعلا تو ليف وذ ات، مش فكره ان هو اخده هو فورمه. سيستم يا ايمان. يعني انا عايزه اقول ان هو الكورس ده اكن عارفه، يعني عايزه اقول ايه، اكنك بتحطي يعني اوبريتنج سيستم كده، او في سيستم كده اتحط وهنمشي عليه. والحاجات كلها الايند، والحاجات كلها انتجريتد مع بعض. يعني زي ما انت بتقولي كده، مش حاجه، مش توبيك، هو مش توبيك صغنن والتوبيك ده يعني كده يعني عشوائي. لا، هو التوبيك ده علشان بيخدم على حاجات تانية، وفي الاخر هينتجريت ويكون بقى السيستم كامل يعني. ف... ايوه. فلا، هي فعلا بيبقى كده، انا شايفاه كده يعني. احد الحاجات اللي انا كنت عاملاها في البروجرام ان او عاملاها في اي بروجرام بقدمه اونلاين، ان الناس لما بتدخل اونلاين بتقدر تبعت لي اسئله زي ما انت قلتي يا اسماء، انا برد عليها على البلاتفورم نفسه. امم. يا اسماء مهندسه يا دينا. اه. فاسماء مهندسه. ان انا يبقى كأن الناس عندها المساحه ان هي تقدر تبعت لي اسئله على الاونلاين اكاديمي نفسها وارد عليها، ومش فكره ان حد بيرد انا اللي برد بيرسونالي. ودي بتفرق معايا قوي. الناس ساعات تقول لي وانت هتلحقي تردي منين؟ اقول لهم انا بحب جدا الاسئله والرد، لان دي بتديني اولا بتديني انسايت على الناس قد ايه متفاعله وصلت لفين في الكورس. الحاجه التانيه ان لما الاسئله بتيجي ببتدي اجمع الاسئله وافهم ايه ممكن اضيفه للكورس، ايه ممكن اوضحه، ايه ممكن اكتبه في بوست، ايه ممكن او اتعلمه عشان اقدر ارد عليها الناس. يعني فاهم ايه ممكن احطه كبونس ماتيريال. فبيبقى جداً وجود الاسئله. انا لاحظت بقى السنه اللي فاتت ان بقت في ناس كانها من كتر التشتت يا اسماء. الدفعات الاولانيه المره دي هتبقى الشهر ده احنا بنقدم الكورس للمره الثامنه ان شاء الله. فاول كانوا بيخلصوا الاساينمنت وبيخلصوا الكورس على طول على طول. بعد كده امم. بتتعطل. فلما قعدت كده ارفلكت على هي الناس بتتعطل ليه في الكورس، لقيت ان احد الحاجات ان احنا بقينا بنتشتت بسرعه قوي بسبب التيك توك والسوشيال ميديا والفيسبوك والانستجرام واللينكد ان والحياه بقت السبيد بتاعتها والريلز. حتى الريل يعني فيديوهات الناس في يوتيوب زمان كام دقيقه، دلوقتي بقت عايزه ريل دقيقه ونص واقلب. فبقت الناس بتشتت. ففكرت كده ان انا اضيف للكورس كمان ان احنا يبقى عندنا لقاء شهري. فباذن الله مع الراوند الجديده دي بتاعت شهر 8 بتاعت راوند 8 هيبقى عندنا لقاء شهري خلال الاربع شهور بتاعت الكورس عشان يحصل فولو حلو اب قوي. مع الناس، لهم سبورت، ونشوف الناس لو الحد متعطل في ايه، ونقدر نعمل لهم كوتشنج في الحته بتاعت التعطيله دي عشان يتحركوا. فكل ما بلاقي ان في تشالنج عن حلو قوي. الناس بفكر نديلهم سبورت وندعمهم يعني. لا، حلو ف جدا بصراحه، لا حلو قوي بصراحه. شاء الله ان شاء الله نتمنى راوند 8 تتم على خير. اسماء لو هتقولي الكورس ده هتديله يعني كانه جمله هتوصفيه بايه؟ آه هو بالنسبه لي انا، يعني عايزه اقول ان هو يعني تيرنينج بوينت. اللي هو ايه؟ حقيقي. turning تيرنينج point. بوينت. point. اه حقيقي. مم. حقيقي. يعني نقطه تحول. يعني انا، يعني نقطة تحول من يعني عارفة في عشوائية منظمة كده لحد يعني ويل ستراكشرد. فأنا لا، يعني أنا في الستيت التانية دي. الحمد يعني حاسة إن أنا يعني الموضوع لا اختلف معايا جامد جدا، الحمد لله يعني. الحمد لله الحمد لله. اسماء تفتكري اللي يستفيد بالكورس بس الناس اللي بتشتغل، ولا ممكن مثلا non working moms ومثلا حتى working ladies مش moms؟ يعني هل في كاتيجوري معينه انت شايفه ان هي يناسبها الكورس ولا لا لا خالص. هو ما يعني ملهوش تصنيفة. يعني هي الفكرة كلها ان هو ان الكورس دوت لحد عايز ينجح. يعني لحد عايز ينجح ده بقى يعني تصنيفه ايه؟ والله ممكن يكون حد لسه حتى متخرج من الكلية. يعني حد متخرج من الكلية، حد بيشتغل او ما بيشتغلش. لان انا برضو شفت ناس اكزامبلز كتيرة. ممكن يكون حد ما بيشتغلش وخد الكورس ده، هو ده ممكن ينور عنده فكره اللي هو طب انا اصلا ليا هدف مثلا في حياتي، مثلا ان انا اعمل بروجكت مثلا.
يعني بس الموضوع ما كانش واخد المأخذ الايه الجديه، يعني هو كان بس مجرد بتبقى فكره، لا فهو ما ملوش تصنيف لنوعيه النشاط اللي الشخص بيعمله خالص يعني. انا لما بتقولي كده ان حد ممكن يكون لسه متخرج، انا اخدت كتبت الميشن ستيتمنت بتاعتي. كان عندي وعكه صحيه جامده جدا في 2009. في اكتوبر 2009 جات لي مشكله في صوتي، واضطريت ان انا اقعد بقى اخد شويه اجازه وارجع تاني. مدرسه بقى، فصوتي ده رأس مال اساسي. وحصل كده تشالنج كبير ان انا اكمل في الشغل. فوقتها حسيت ان انا ايه ده، انا مش سكسسفul كده. فقررت ان انا اقعد بقى واكتب الميشن ستيتمنت بتاعتي. كنت قريتها بقى في كتاب بتاع ستيفن كوفي، وما عنديش وقت، مشغوله، انا ام وبشتغل وكده، فمش لاحقه. فلما احتجت بقى ان انا اقعد بسبب الوعكه الصحيه، قعدت وكتبت الميشن ستيتمنت في 2010، في مارتش 2010. فبقالي 13 الميشن ستيتمنت. ممكن الميشن ستيتمنت ديت من ساعتها زودت فيها مثلا 3 جمل بالظبط، بس انا ماشيه بيها، هي كومبس، هي البوصله كده. بتاعتك. فطبعا لما اه. وقتها كان عندي 35 سنه، ببص ان انا ايه ده، يعني 13 سنه اللي انا مشيت فيهم ببوصله. تخيلي كده انسان عايش مثلا بيتحرك في الحياه، بيتحرك ماشي في طريق ومعهوش بوصله، فهو ماشي في اي حته. وبعدين امم. صح، دي حقيقة. اتخرجت وانا عندي 21 سنه، فعشت 14 سنه من غير بوصله، فماشي. وبعدين بقى 13 سنه ببوصله، فبصي بقى 13 سنه ببوصله حصل فيهم قد ايه حاجات compared لل ايوه 14 سنه اللي كانت من غير بوصله. فطبعا بقعد اقول انا كان نفسي قوي اتعلم الحاجات دي زمان، بس ايوه برجع better late than never. فطبعا اي حد بيجي معايا وبيكون صغير ولسه يعني بيبتدي حياته، بقول له يا بختكم، انا كان نفسي اعرف الحاجات ايوه دي. صح. ايوه ايوه صح فعلا والله، يعني بيبقى حلو قوي ان حد مثلا في سن صغير بيبقى عنده الوعي ده، ان هو يبقى عايز فعلا يحط نفسه على الطريق كده الصح من الاول. فدي بتبقى حلوه طبعا، زي ما انت قلتي اتس نيفر تو ليت، بس الحمد لله يعني ان انا لحقت يعني ان انا اعمل ده. طيب ميرسي اسماء. فيها معانا دينا بتسأل ايه الفرق بينه وبين اه. التوتال سكسس وبين البوجو. ايه رأيك تجاوبي انت على السؤال ده يا اسماء؟ اوكي طيب، هو البوجو هو ده اختصار بوليت جورنال. اوكي، فالجورنالينج يعني انت بتعملي جورنالينج للشهر بتاعك. الشهر بتاعك اللي هو بتقسمي فيه الجولز بتاعتك، وبتقسمي فيه الويكلي تاسك بتاعتك. تمام. وقد انكلود بقى حاجات مختلفه، زي مثلا الهابت تراكر مثلا عايزه تحطيها، عايزه تحطي فيها الافirmation، عايزه تحطي فيها الباكت ليست. يعني البوجو ده الجورنالينج، ده تكنيك ان احنا بنعمل جورنالينج. لكن الكورس اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو Your Mentor to True Success ده it's a system how to achieve your goals. فالبوجو it's a tool you can use جوه المنتور تو ترو سكسس. مش عارفه انا كده فهمتي قصدي ولا انا مش عارفه توهتك. ميرسي يا اسماء ان انت قلتي ان هو تول. فانا دلوقتي مثلا لما الناس المنتور تو ترو سكسس وتقول مثلا ايوه انا باجي بس انا مش عارفه اعمل بلاننج ازاي، اقول لها ما تاخدي البوليت جورنال. ما انت دلوقتي في عندك جزء في المنتور تو ترو سكسس قوي، بيتكلم على الهابتس بتاعتك، بيتكلم على الكورتلي جولز، بيتكلم على اللايف ويل. لو انت ما عندكيش طول البوليت جورنال، انت بتاخدي الحاجات دي وبعدين بتكتبيها في كراسه الكورس في النوتس، بس بقى البراكتس بعد ما خلصتي الكورس السنين اللي بعديها انت ما عندكيش البراكتس. عارفه زي ايه؟ زي حد كورس طبيخ بس ما عندوش مطبخ. فانت ايوه دلوقتي سكسس، خدتي كورس جميع انواع الطبيخ بكل، وظبطتي بقى انا هطبخ ايه وصحي ازاي واستعمل حله ايه وكده، بس جيتي بقى في البراكتس ما عندكيش مطبخ، ما انت مش تعملي حاجه. مثلا ده البوليت جورنال العزيز اهو 23، خلاص انتفخ طبعا من كتر اللي فيه. بس خلاص، قرب يخلص بقى ان شاء الله على خير. حاطه فيه مثلا الفيجن بورد بتاعتي، مم. لان انا دلوقتي اتاكد ان انا في حياتي انا عايشه مثلا الايند. هنلاقي فيه انا حاطه الميشن ستيتمنت بتاعتي. الفيجن بورد دي الميشن ستيتمنت بتاعتي مثلا. الفيجن بورد مثلا هي والميشن ستيتمنت دي حاجات احنا اخدناها في الكورس. فهو دلوقتي انا عايزه خلال السنين اتاكد ان انا ببراكتس الكورس. هتاكد ازاي؟ بان انا حطاها اصلا معايا فبقى الديلي جورنال بتاعي اللي انا بستعمله، عشان اتاكد ان انا عايشه حياتي فعلا الايند. عايزه اوريكم برضو اللايف ويل مثلا.
اهي اللي اسماء كانت بتتكلم عليها دي اللايف ويل مثلا بتاعتي، انا مقسماها كأن الويل لكل 6 شهور عشان الكراسه الدايره مش هتيجي سنه بحالها. فمثلا لما اسماء كانت بتتكلم هنا وبتقول ان انا مش شرط ان انا في كل حاجه اكون جايبه العشرة، فاللايف ويل اهي مثلا انا مع كل شهر بلون انا كنت فين من اللايف ويل بتاعتي، وافضل الون كده. فانا هعرف منين هنا دي ال6 شهور التانيين اهو، احنا لسه فاضل لنا شهرين، نوفمبر لسه ما I didn't reflect، لما الشهر يخلص هرفلكت. فلما اسماء بتقول دلوقتي ان انا لما باخد اللايف ويل ومثلا بريفلكت عليها، ريفلكت فين؟ فالبوليت جورنال هو المكان، زي ما كده انا باخد كورس طبيخ والمطبخ هو المكان اللي انا بطبخ فيه، البوليت جورنال هو المكان اللي انا بقى بطبخ فيه طبخه السكسس، الترو سكسس. فهو تول اساسيه. طبعا انا لو هقعد اتكلم من هنا لغايه نهايه العمر على البوليت جورنال مش هوفيه حقه بصراحه. لا هو يعني حاجه جميله بصراحه. الحمد لله الحمد لله ان هو حاجه بتفرغي فيها الضغط اللي انت فيه، بتركزي، بتبتدي تشوفي النتيجه، بتقدري تعملي ريفلكشن فعلا على يعني على معلومات حقيقيه. بس هو مش موضوعنا النهارده، احنا بنتكلم النهارده مع اسماء على المنتور تو ترو سكسس. طيب اسماء، عايز تقولي كلمه اخيره تشاركيها مع الناس اللي متابعانا، ايه الحاجه اللي انت ممكن نختارها فيما يتعلق بالحياه السكسس بالانس؟ أنا ممكن أقول إن يعني إن الحياة اللي إحنا فيها، يعني البيس السريع ده بيخلي عندنا كده زي زخم كده، حاجات كتيرة جدا بنبقى محتاجين نقف شوية كده نعمل لها فلتر. بس هو الفلتر ده محتاج إن أنا يبقى عارفة أنا عايزة أعمل إيه. فأنا محتاجة إن أنا يبقى عندي كلاريتي، أو يعني عندي أهداف واضحة. آم، اهداف واضحه دي عشان اوصل لها انا محتاجه برضو ان انا يعني اشتغل على نفسي شويه، ان انا عايزه اعرف الهدف بتاعي ده فعلا هو يعني انا هعرف احققه ازاي. طب ايه التولز اللي انا عايزه اعرف احققها. فمن حقنا كلنا ان احنا يبقى عندنا حياه بيس هادي شويه بدل الحاجات الزحمه اللي حوالينا. نعرف ايه الحاجات اللي بتعمل لنا ديستراكشن ونبعدها. محتاجين ان احنا نقعد مع نفسنا اكتر، نحاول نسال نفسنا هو احنا محتاجين نعمل ايه في حياتنا. يعني البيرسونال ستيتمنت ميشن ستيتمنت دي اللي هو اوكي انا عايزه اعمل ايه في حياتي. ده سؤال بسيط، انا السؤال ده عمري في حياتي ما كنت سالته نفسي قبل كده. ف بتهيألي كل واحد فينا محتاج ان هو يسأل نفسه السؤال ده، ومحتاج ان هو يشتغل ان هو يبقى عنده حاجة واضحة او حاجتين او ثلاثة وات ايفر عددهم، بس تبقى حاجات واضحة ومن غير ما يعمل ستريس لنفسه، ويبقى بيس هادي معتدل. بس بشكرك جدا يا اسماء. عايزه اعلق على حاجتين قلتيهم دايما كلامك فيه درر، اللي مركز هيلقطها يعني. حاجه من الحاجات اللي انت قلتيها ان الواحد يقعد ويسال نفسه انا عايزه اعمل ايه في حياتي. ليه بقى؟ عشان احنا كتير واحنا بنبقى ماشيين الناس بتقول ما تعمل كذا في حياتك، ما تعمل كذا في حياتك. ما بتوع... قليل مننا اللي بيقعد ويسال نفسه انا عايزه اعمل ايه في حياتي. انا مش الناس بتقول لي ايه. فالنهارده واحده عزيزه بعتت تقول لي الناس بتقول لها اعملي كذا واعملي كذا. فانا قلت لها والله بصي، الرد ان انت عندك بيرسون ميشن ستيتمنت وعندك فيجن بورد، روحي بصي على البيرسون ميشن ستيتمنت والفيجن بورد بتاعتك وشوفي انت عايزه تعملي ايه. عشان مثلا ناس كتير هتقعد تقول لي ايمان ما تعملي الحاجه الفلانيه، ايمان تعملي، فاقول لهم دي مش في البيرسون ميشن ستيتمنت بتاعتي. يعني مثلا انا شاطره في حاجه بس انا ما هياش دي اهلي ربوني عليها، مثلا بقيت شاطره او هي اتنمت عندي في المدرسه، بس ما هياش في الميشن ستيتمنت. فبقول لهم لا، it does not align مع الميشن ستيتمنت فمش هعملها. او مثلا مش هعملها كشغل، ممكن تبقى هوايه بتاعتي او حاجات كده. فقلت لها روحي للميشن ستيتمنت. الحاجه الثانيه اللي انت قلتيها فكره ان الواحد الحياه البيس بتاعها سريع جدا. عشان كده احد الحاجات اللي انت فرقت معاكي في ان انت تهدي البيس المديتيشن اللي هي ابتديتي بيها من 3 دقائق وصلتي بيها ل 15 دقيقه. ودي احب ان انا يعني انوه عنها. طبعا من كتر ما الناس اللي كانت معايا في المنتور ترو سكسس لقيتهم مش ملتزمين بالمديتيشن زيك انت ما شاء الله ملتزمه. فكنت بسالهم على التحديات اللي عندهم. فناس منهم قالت انا مش عايزه مديتيشن بالانجلش، انا عايزه مديتيشن بالعربي. وده كان طبعا بدايه ان انا ابتدي اسجل مديتيشنز بصوتي على ساوند كلاود، على قناتي على الساوند كلاود. ففي حلو عندي، قوي. ميرسي اسماء، في عندي بلاي ليست على الساوند كلاود، على قناه الساوند كلاود اسمها مديتيشن سيريز، وهي فيها 11 تراك مديتيشن. اول تراك فيهم اصلا بيشرح ايه هي المديتيشن عشان الناس اللي مش عارفه ايه هي المديتيشن، وبعدين 10 تراكس تانيين مديتيشنز، في حاجات بقى منهم 7 دقائق، في حاجات منهم ممكن 22 دقيقه.
توبكس مختلفة خالص. ف يعني بدعوكم ان انتوا اللي عايز يتعرف يعني ايه مديتيشن ويبتدي كأنه يمارسها ويجربها، هم كلهم تراكس بالعربي وموجودين فور فري على الساوند كلاود. الساوند كلاود موجودة في اللينكات اللي موجودة عندي على الانستجرام اكاونت، فاللي يدوس على الانستجرام اكاونت لينكس هيلاقي الساوند يدخل عليها. بشكرك جدا جدا يا اسماء على لقاء النهارده. بشكرك إن انتي شكرا موجودة جدا. في بيتي وان انتي ليكي دور فعال. فخورة بيكي جدا بجد. يوم الخميس في البوك كلاب اول مرة نعمل بوك لايف كنت ايوه. يعني قلت لك وانا حاسة ان انا فخورة قوي يعني ان انتي بتلعبي ادوار بجد وبتlead other people to succeed in a balanced life. انا ميرسي جدا لايمان بجد والله، يعني 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 انا الممتنه ليكي والله ان انت فكره مجرد اتقالت فكره كده انت يعني حولتيها لحاجه حقيقيه، ان احنا موضوع البوك كلاب ان هو يبقى لايف اول مره بعد الكورونا عشان احنا كنا شغالين اونلاين طول الوقت. ممتنه ليكي جدا في ده، وممتنه كمان بصراحه لكل السيرفيسز اللي انت بتقدميها حقيقي، يعني الفاليو بتاعتها يعني اكتر بكتير قوي من الانفستمنت. يعني ساعات يعني الواحد بيقعد يفكر كتير علشان موضوع الانفستمنت، انا بتكلم على فاينانشال وايز يعني، بس يعني الار او اي او يعني الريتيرن اوف انفستمنت حقيقي هو اعلى بكتير قوي 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 من الفلوس الماديه او الرقم يعني اللي اتدفع حقيقي يعني. الحمد انا لله. اللي بشكرك بجد حقيقي. شهادة أعتز بيها. ميرسي جدا جدا يا أسماء. يعني إن شاء الله إحنا عاملين أوفر 50% ديسكاونت على المنتور تو ترو سكسس مع زود أسعار. اولذو إن إحنا كجابي مثلا البلاتفورم الأونلاين أكاديمي اللي إحنا بنشتغل عليها هي بالدولار. فطبعا أنا عايزة أشرح للناس إن السنة اللي فاتت الكورس كان الدولار ب 16 دلوقتي الدولار ب 52. وعلى الرغم من كده انا ديسايدد لان الكورس المحتوى بتاعه مفيد جدا جدا. I decided ان انا مش هغلي اي اسعار للكورس، بل بالعكس انا هعمل عليه ديسكاونت 50% عشان الناس تتشجع وتدخل، عشان فارق معايا فعلا الناس تستفيد وتطلع بالقيمه ويكون ترو انفستمنت زي ما انت بتقولي يا اسماء. اتمنى يكون اللايف مفيد، وان شاء الله ان شاء الله انتظرونا في لايف جديد يوم الثلاث هنعلن عنه بكره الصبح. فتابعونا ومع ضيف جديد ومع كلها فيديوهات عن السكسس. يلا ننجح، يلا ننجح حقيقي مش نجاح مزيف، ويلا ننجح نجاح يفرق معانا احنا شخصيا، مع الناس اللي احنا بنشتغل معاهم، مع عائلاتنا، ويفرق في بلدنا ويفرق في الدنيا. يلا ننجح فعلا. ميرسي يا اسماء جدا جدا. شكرا. شكرا جدا ليكم، شكرا ليكي جدا يا ايمان، ميرسي جدا جدا على اليوم الحلو ده. يا رب يكون يعني كنت خفيفه يعني عليكم. كنتي خفيفة. شكرا جدا جدا لكل متابعينا، ونشوفكم على تسلم. خير. هيفضل موجود على البيج او على اكاونت، ونشوفكم على خير في لايف جديد. ان شاء الله. مع السلامة. باي باي.